السلام عليكم حبايبي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم عارفة اني غبرت عليكم بزاف، هادشي علاش جيت اليوم نفرغ عليكم قلبي. آه، غبرت السبب بسيط، هو طبعا مع الظروف، الدراري، الخدمة، ما كاينش الوقت ديال التصوير. يمكن ما بقاتش حتى داك اللهفة ديال التصوير، بسبب ان رغم انك كتعطي القناة كل مجهودك، تحاولي انك ديري محتوى زوين، تحاولي انك تزيدي بقناتك القدام، ديري مواضيع مختلفة، مواضيع محترمة، طابخ، خريجات، أي شيء معناه يكون محترم. ولكن للأسف كتلقاي أن اليوتيوب ولا مخترقو آه، الفيديوهات اللي كيصعدوهم هما الفيديوهات ديال انك ديري الشوهة او انك ديري شي حاجة محرمة. آه، كل مرة كل ما هو محرم كل هو مرغوب. ملي كيكون محتوى نقي ما كيطلعش للاسف. يا اما كتبقاي في نفس بلاصتك، يا اما انك كتخرجي، لانك كتملي انك ديري مجهود وتحطي فيديوهات وتحطي هادي، وفي الاخر كتلقاي ما كايناش واحد الفعاليه، ما كاينش استجابه، ما كاينش بزاف د الحوايج. الناس كتشوفهم بانكم كيديروا غير محتوى غير لائق. ما عرفتش، رغم ان القوانين ديال اليوتيوب مختلفه، ولكن ملي كتجي على القوانين كتلقاي ان قوانين لا تطبق، لان المحتوى اللي صاعد حاليا هو المحتوى المعاكس تماما، هو الشوهة. خاصك انك يا اما تعراي، يا اما تابزي، يا اما، وهذاك بطبيعة الحال احنا في غنى عنه. الحمد لله كناكلوها بحلال. هذا هو السبب اللي خلانا اننا نبعدوا على اليوتيوب. مرة الا كانت شي حاجة، ولكن مادام انك ديري مجهود وما تاخديش منه واحد النتيجة. كنت في الناس ما كيديروش مجهود، فقط انهم ممكن يهضروا فضرة، ممكن يدابزوا مع بعضياتهم، ممكن آه، دير اي شوهة وكتطلع سبحان الله كتولي. المهم الكل عارف هاد القصة، الكل عارف بأن لا مسائل ديال الطبخ ولا مسائل بزاف د الحوايج ما كطلعش الا لا درتي شي حاجه مغايره على الناس. خاصك دير شي حاجه اللي اوفر، اللي خاص كل شيء انه ينتبه لها. هذا هو السبب، وكنتمنى ان شاء الله ان الوضعيه تتغير. حنا كنتفائلوا بان الغد، وهذا هو قسم اليوم، وان الغد يكون زوين. باش ما كان المهم دائما نخليو واحد التفاؤل في الحياة ديالنا، سواء عن طريق اليوتيوب او عن طريق اي شغل اخر. المهم اننا نجتهدوا، ما نكونوش نتكاسلوا ونتسناو ان الحظ غادي يوقف معنا، لا بالعكس، اننا نكونوا واحد الاجتهاد، باننا كنتفائلوا بالحياة كانها حياة. بزاف ديال الناس وليت كنشوفهم دابا كنلاحظهم بانهم تيقولوا بان ما بقى ما يعجب، لانه ولينا كنشوف فروقات كثيره واشياء كثيره ولات طاغيه، بالخصوص الفضائح، الجرائم اللي كثرات، المعيشه اللي غلات، التفكك الاسري اللي ولا ما بقاتش هذاك. ما عرفتش شنو السبب. الاغلب ولا تيقولوا بان التكنولوجيا هي السبب اننا خلات داك التفكك الاسري. آه، الأنانية اللي ولات يمكن في الأولاد الصاعدة أو الأطفال الصاعدة، ما عرفناش شنو السبب اللي خلى أن الأغلبية الناس ولاو كيقولوا بأن آه، ما بقى ما يعجب. معنى الحياة ولات بالنسبة لهم عايشين في انتظار الموت، وهذا ما نبغيوش. نبغيو بأننا نكونوا متفائلين طول ما أننا عايشين، طول ما أننا كنتنفسوا، طول ما أننا حاجة اللي نطلبوا أن الصحة تكون عندنا. طول ما الصحة عندنا، إذا أي حاجة ممكن نوصلوا لها، أي حاجة ممكن آه، نملكوها بيدينا، طول ما أننا كنسعاو ليها. فقط اسعى، كما في آية: اسعى يا عبدي وأنا نعينك. حنا كنقولوها: اسعى يا عبدي وأنا نعينك، السبب يا عبدي وأنا نعينك. هذا هو المقصود. نسعاو، نديروا مجهود، حتى إلا كان هذاك المجهود قليل نحاولوا أننا نزيدوا في مجهود أكثر،
نزيدوا نجتهدوا أكتر، نجتهدوا من نفسنا، نشوفوا الخلل اللي عندنا، مثلًا شي نقص، شنو الخلل اللي عندنا باش أننا نطوّروه، ما نتسناوش شي حد أنه ياخد بيدينا، لأ، حنا كنقولوا واحد المثل: "ركا بيك وكتخوى بيك." هذا الإنسان، لأ، نجتهد بنفسي، نحط واحد الهدف قدامي، أنني بغيت نوصل ليه، كيف ما كان هو أي هدف، حنا كبشر أي هدف بغينا نوصلوا ليه راه كنوصلوا ليه، فقط خاص العزيمة تكون عندنا الإرادة، وتكون عندنا التطبيق، معناها ماشي نبقاو حنا فينا داك التكاسل، الخوف من النجاح. مادام قررت نتوكل على الله، نديرها بيد الله ونتوكل على الله، فقط أنني نجتهد، نحط كل نقطة زايد على الحروف، ها فين باغي نوصل، وها فين باغي نوصل، وها فين باغي نوصل، وربي ما غاديش يخليك بطبيعة الحال، لأنك كتسعى. نجتهد، نشوف شنو اللي ناقص نكمّلو، كلنا عندنا عقل نفكّروا به، كلنا عندنا حاسة أننا نستخدموها باش نوصلوا للهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. حتى حاجة ما غادي تحطمنا، حتى حاجة ما نخليوها تحطمنا، حتى حاجة ما نخليوها أنها ترجعنا اللور، لأ بالعكس، طول ما نرجع خطوة اللور نزيد 4 الخطوات لقدام. بطبيعة الحال مع الرضا، نرضاو اللي مكتوب لينا الله، ونجتهدوا باش أن يكون المستقبل إن شاء الله أحسن. هذه هي نظريتي. رغم أن كتلقاي بعض المرات الإحباطات من الجانب يا إما العائلة، يا إما من الأصحاب، يا إما الظروف ما كتساعدكش، ولكن هاد المرة ما ساعدتنيش الظروف، المرة الجاية تساعدني الظروف. إذا المهم دائمًا أنني في التجارب، ودائمًا أنني في السعي، دائمًا يكون السعي للقدام، وأكيد، أكيد، أكيد أنك توصل للمراد ديالك ب بعقلانية، بالحلال، ماشي ضروري أنني ندير شي حاجة اللي حرام باش أنني نوصل اللي بغيت ليه، لا، لأن حتى لو وصلتِ ليه غادي ينهار كلشي في النهاية. حنا ما بغيناش، حنا بغينا اللي تكون النهاية تكون مزيانة على الكل إن شاء الله. هذا هو اليوم ما ما كان عندي، ما عرفت، حسيت براسي أنني باغا نهضر، حسيت راسي بأنني باغا نهضر مع صحابي، حسيت أنني باغا توحشت صراحة، توحشت التصوير، توحشت الجو ديال اللي كان، ما عرفتش في الأول ديال اليوتيوب أننا كنا كنصوروا بواحد الفرحة، وكنصوروا بواحد النشاط، ومور الكواليس شنو كان تيوقع، والنهاية والتصوير، يعني كان جو زوين مرينا فيه، وباقي إن شاء الله أنا باقي كيما كنقول باقا كنتفائل إن شاء الله نتفرغوا ليها شوية، تكون شوية لقانا كتعرفوا المشاغل ديال الحياة، إن شاء الله نرجعوا أحسن، 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 ونتمنى أن الناس يوعوا بأن كاين قنوات صغار محتاجين الدعم، كاين قنوات نقيين نتابعوهم، كاين قنوات ديال الطبخ رائعين نتابعوهم، نبعدوا من التفاهة ونبعدوا من الشوهة، والله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير إن شاء الله. وشكرا على الاستماع، واسمحوا لي أنني إلا كنت طولت عليكم، ولكن أنتم أحبابي وخوتي، نحس بأنني محتاجة أنني نفرغ قلبي عليكم، لهذا كنشكركم بزاف، واسمحوا لي بزاف، ونخليكم في رعاية الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.